قبل ساعات أو أيام قليلة جدا من بدء أو انطلاق الموسم الجديد والمباراة الافتتاحية أمام نادي الرباط والأنوار الشقيق البورسعيدي. كابتن محمد، هنبدأ من نقطة البداية وبعد تجديد الثقة من مجلس الإدارة لحضرتك. كانت الخطة، الموضوع إيه؟ كان شكل النظام وتكوين الفريق، خاصة بعد رحيل أكثر من عنصر كانت من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الموسم الماضي. اولا بشكرك يا ايمن على اللقاء دوت. ثانيا هي بدايه من 4 سنين، بدايتي من 4 سنين بالظبط. كانت مع فرقه ايام ما كان مجلس اداره وكان في انتخابات. الحمد لله عملت فرقه، عملت تيم ما كانش حد يعرف عنه حاجه. كان برئاسه الحاج سيد التوارجي جدد الثقه فيا ومسكت الفرقه. عملنا فرقة كلها كانت نجوم، شريف وصفي، رامي المالح، ابراهيم خليل، محمد بسيوني كنت جايبه من النادي المصري. اعتمدت على اولاد النادي، كان سامح جمال معايا، محمد عزب من الناشئين معايا، معتز حارس. كونت فرقة ما كانش يعلم عنها حد في النادي. كان في انتخابات رئاسية ومجلس إدارة. كونت الفرقة بأسعار رخيصة خالص، وكنا اللي بنلعب كل مبارياتنا خارج الملعب زي ما انت كنت عارف في اسماعيلية، وكنا بننافس. فدي طبعا وفاة طبعا محمود الطزو طبعا أثرت فينا كتير، بس برضو كافحنا وجاهدنا وكنا بنقابل صعوبات كتيرة في الخارج. بس الحمد لله والشكر لله. أهم حاجة اللي احنا بننتج ثماره الفترة ديت، ان احنا زرعنا ثقافة جديدة في نادي المريخ، ثقافة الفوز وخارج الملعب. كان من قبل كده كانت نادي المريخ مهدد بالنزول، كنا نزلنا مرة وصعدنا. موضوع المنافسة كان بعيد جدا 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 عن نادي المريخ. الحمد لله السنة ديت أكبر استفادة فيها إن احنا ما صعدناش ترقي، بس جعلنا فيها ثقافة الفوز فعلا. السنة اللي بعدها ما حالفنيش التوفيق، كان الكابتن حسام مسك وما كانش برضه في سوء توفيق معاه. جيت مسكت زرعت فيهم برضه نفس ثقافة الفوز، وصعدنا بشبه مثلا اعجاز، ان 5 مباريات اتعادل اول ماتش فيهم واكسب 4 مباريات، والشرقية ما تكسبش ال4 مباريات وصعدنا. طبعا ده الترقي الاولاني. طبعا نتجنا بقى عليها لما رحنا ترقي، شفنا ان الموضوع مش صعب، لا طموح لاي فرقه ان هي ممكن تشتغل وتكافح وتجاهد ان هي تصعد دوري ممتاز. دعمنا صفوفنا بلاعيبه كبيره مثل مصطفى جعفر، اسامه السيد. طبعا كان معانا بقى في الفتره اللي قبلها كان احمد عبد الرازق، مجموعه كبيره. اجتهدنا واشتغلنا وبقينا مركز اول وصعدنا ترقي. طبعا زي ما انت قلت حضرتك ان في لعيبه كتير مشت. الحمد لله بندعم، عندنا ثقه في اي حد يشتغل. الحمد لله والشكر لله عندي كفاءه ان انا اعتمد على اولاد النادي حتى لو انا ما دعمتش، ما عنديش مشكله. اهم حاجه زي ما انا قلت لك ايمن، ان احنا زرعنا في اي لعيب عندنا في نادي المريخ دلوقتي بيجي نادي المريخ او بيصعد من ناشئين النادي او اللي باقي من السنه اللي قبل كده، ثقافه الفوز.